مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم الى النشره الجويه نستهدها بنشره خاصه لمديريه الارصاد الجويه الوطنيه من المستوى البرتقالي كما يظهر في خريطه اليقظه والتي تتوقع تساقطات ثلجيه مهمه طيله يوم الجمعه وكذلك السبت بسمك سيتراوح ما بين 20 و 40 سنتيمتر بالحوز الحسيمه بأزلال ببني ملال كذلك ببلمان شيشاوى الحاجب بإفران خنيفره بميدلت ورزازات صفرو تازا وكذلك بمدينة تنغير. هذا وسيكون الطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بدرجات دنيا ستتراوح ما بين 3 و 8 درجات تحت الصفر بالحوز أزلال بني ملال ميدلت بولمان وكذلك بتنغير وبدرجات دنيا ستتراوح ما بين درجتين تحت الصفر ودرجتين بكل من الحسيمة شيشاوى بالحاجب بفيجي قرسيف إفران بشرادة خنيفرة بورزازات صفرو توريرت وكذلك بمدينة تازا. هذا وستهب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 50 و 70 و 85 كيلومتر في الساعة بالمناطق الشمالية الغربية وبمنطقة الريف يوم غد وبمناطق الريف وكذلك الشرق طيلة يوم السبت. ومن المتوقع كذلك نزول أمطار أو زخات ستكون أحيانا رعدية وقوية ابتداء من 3 من عصر الجمعة وإلى غاية 6 من مساء السبت بكل من الحسيمة ببني ملال شفشاون بفاس خنيفرة بمدينة العرائش مولا يعقوب بتونات تازا وكذلك بمدينة تطوان. وبتحليلنا لصورة الساطل نلاحظ سماء قليلة السحب إلى صافية بجل المناطق وسحب من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية تحديدا من المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار أو زخات ستكون أحيانا رعدية على طول الواجهة المتوسطية بمنطقة الريف بالأطلس المتوسط وكذلك بالمناطق الشمالية عموما مع تكون جريحة. وستشهد مرتفعات الأطلس المتوسط وكذلك مرتفعات الريف التي يفوق علوها 1700 متر ستشهد تساقطات ثلجية كما ستهب رياح قوية من القطاع الغربي بالشرق بالشمال عموما بمرتفعات الأطلس وكذلك بمنطقة الريف. درجات الحرارة الدنيا ستنخفض بمدينتي بولمان وإفران إلى درجة 1 4 درجات ببوعرفة 5 درجات بفيكيك 8 درجات بوجدة وستسجل أيضا بالناظور و12 درجة بمدينة الرباط. درجة حرارة النهار ستسجل ببولمان وإفران 6 درجات 18 درجة بوجدة 21 درجة ستسجل بالحسيمة 17 درجة مرتقبة بمكناس 18 درجة بفاس 19 درجة بالدار البيضاء وبمدينة الجديدة ستسجل 20 درجة 18 درجة بطنجة وكذلك بمدينة تطوان. وبوسط المملكة من المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار أو زخات ستكون أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس الكبير كما سنلاحظ تكون خلايا غير مستقرة ستعطي بعض القطرات المطرية الضعيفة وكذلك المتفرقة بالأطلس الصغير وبالمناطق الوسطى عموما. وستشهد مرتفعات الأطلس الكبيرة التي يفوق علوها 1700 متر تساقطات ثلجية. درجة الحرارة بمدينة الراشدية ستصل مقاييسها إلى 6 درجات 8 درجات بأرفود 9 درجات بزاكورة 13 درجة بطاطا و12 درجة بترودانت ستسجل أيضا بمدينة أكادير وكذلك بمدينة قرميم. ودرجة حرارة النهار ستصل بالراشدية إلى 20 درجة وستسجل أيضا بأرفود 16 درجة ببني ملال 19 درجة بمراكش وكذلك بورزازات وستسجل أيضا بالصويرة وبمدينة سيدي إفني. وبخصوص شمال الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء مستقرة عموما مع سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. درجة الحرارة بمدينة الزاق ستصل مقاييسها بحول الله إلى 12 درجة وكذلك بسمارة 11
11 درجة ببقرع و13 درجة بكلت الزمور بمدينة العيون، وستسجل أيضا بطرفايا. درجات الحرارة القصوى ستعادل بالزاق 21 درجة، وستسجل أيضا بطنطان 22 درجة، بطرفايا 24 درجة، بالعيون وبمدينة بوجدور ستسجل 23 درجة. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء عموما مستقرة مع سماء قليلة السحب. كما نلاحظ درجات الحرارة ببئر أنزران ستعادل 15 درجة، 16 درجة بالدخلة وبأوسرد، وبالقويرة ستسجل 18 درجة. درجات الحرارة القصوى ستصل ببئر أنزران إلى 25 درجة، وستسجل أيضا بأوسرد وبمدينة القويرة 22 درجة بالداخلة. وعن حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطة وكذلك بسواحل البوغا سيكون قليل الهيجان إلى هائج، ومن بعد الزوال سيكون هائج إلى كثير الهيجان بحلو قد يصل إلى 3 أمتار و3 أمتار ونصف بسواحل البوغاز. بالسواحل الأطلسية بشمال مدينة طرفايا سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى 2 متر. من بعد الزوال سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 4 أمتار، وخلال المساء سيكون البحر هائج إلى جد قوي الهيجان بعلو قد يصل إلى 5 أمتار ونصف، فيما سيكون البحر بباقي السواحل الجنوبية قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى 1.5 متر. لذا على إخواننا البحارة أخذ الحيطة والحذر. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام 5 صباحا و14 دقيقة، وفي تمام 5 مساء و40 دقيقة. الجزر في تمام 11 صباحا و32 دقيقة، وفي تمام 11 ليلا و42 دقيقة. شروق الشمس بالرباط في تمام 8 و22 دقيقة، وغروبها سيكون على الساعة 6 و14 دقيقة. وبالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يوم السبت بحول الله من المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار الخير أو زخات بمرتفعات الأطلس بمنطقة الشرق على طول الواجهة المتوسطية، بالريف، بالأطلس بشمال وكذلك بوسط المملكة. كما ستشهد مرتفعات الأطلسين الكبير وكذلك المتوسط بمرتفعات الريف والهضاب العليا التي يفوق علوها 1300 متر ستشهد تساقطات ثلجية. كما ستهب رياح قوية من القطاع الغربي بمنطقة السيس، بالريف، بمنطقة الشرق، بالأطلس، بالجنوب الشرقي وبوسط المملكة عموما، مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق الأخرى. ودرجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض. يومي الأحد والاثنين يتوقع دائما نزول أمطار أو زخات ستكون نسبيا ضعيفة بأقصى شمال الغربي وعلى طول الواجهة المتوسطية بشمال وبشرق المملكة. كما ستشهد مرتفعات الأطلس المتوسط ومحليا مرتفعات الشرق تساقطات الثلجية، وستهب رياح قوية إلى نسبيا قوية من القطاع الغربي بالسيس، الريف، وسط وشرق المملكة وكذلك بالجنوب الشرقي، مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق الأخرى. ويوم الثلاثاء ستكون الأجواء متقلبة عموما مع نزول أمطار أو زخات بشمال وبشرق المملكة وبمرتفعات الأطلس، مع سماء دائما قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق الأخرى. ودرجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعد الارتفاع التدريجي. أما الآن مشاهدينا أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، لكم مني ومن طاقم النشرة أجمل التحايا، إلى اللقاء.